بونو. اسم واحد كان كافيا ليلة أمس لزعزعة عرش بطل أوروبا. قبل أن نتحدث عن المباراة وعن الأهداف وعن النتيجة التاريخية، يجب أن نتحدث عن الرجل الذي قرر أن يكتب القصة بنفسه. في مرماه لم يكن يقف مجرد حارس، بل كان يقف قدر ينتظر، مصير يرفض أن يكتب بأقدام الآخرين. جاءت جحافل مانشستر سيتي، الطوفان الأزرق الذي لا يهزم، وبجعبتهم كل أسلحة الدمار الكروي من هالاند إلى دي بروين. جاءوا وهم يدركون أن طريقهم نحو المجد العالمي يمر عبر بوابة الهلال، لكن ياسين بونو أغلق تلك البوابة وأوصدها وألقى بمفتاحها في غاياه بالمستحيل. شاهدناه يطير يمينا ويسارا، وكأن للمرمى أبعادا أخرى لا يراها سواه. شاهدناه يقرأ لغة العيون في أقدام المهاجمين، فينتزع الكرة من أمامهم قبل أن يفكروا حتى في التسديد. لم تكن تصدياته مجرد ردة فعل، بل كانت فعلا بحد ذاته. كانت إعلانا صريحا بأن هذه الليلة قانونه هو الذي سيسري. صموده لم يكن مجرد دفاع، بل كان الهجوم بحد ذاته. كان يرهقهم نفسيا، يزرع الشك في أقدامهم التي لا تخطئ عادة، ويبث في المقابل شحنات من الأمل والشجاعة في قلوب زملائه. لقد كان يقول لهم: قاتلوا أمامي فظهري محمي. وحين سجل هدف الانتصار للهلال في شباك السيتي، كان ذلك الهدف هو التتويج الطبيعي لملحمة رجل واحد رفض الهزيمة. لذا عندما تتذكرون ليلة سقوط بطل أوروبا، لا تبدأوا الحكاية من النهاية، ابدأوها من البداية الحقيقية، من الحارس الذي تحول إلى أسطورة. ابدأوها ببونو.